بدعم ورعاية قائد الحماية الرئاسية العميد ركن ناصر عبد الرب ومنصور هادي، وبتنسيق مع إدارة نادي عرفان الرياضي وتحت إشراف اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة رئيس اللجنة أمين العوسجي وبحضور مدير عام المديرية الأستاذ ناصر عوض موسى، انطلقت مساء أمس السبت منافسات بطولة الناصر الرمضانية للمنتخبات النسخة الثانية في أجواء تنافسية مثيرة سادها الحب والود والأخاء. جمعت أبناء المنطقة الوسطى تحت سقف ملعب الناصر بنادي عرفان الرياضي، وبمشاركة 18 منتخبا من أبرز نجوم المنطقة الوسطى. لودر موديا الوضيع. مباراة الافتتاح سبقها العرض الكرنفالي الكبير الرائع وحضور مدير عام المديرية ناصر عوض موسى، الذي ألقى كلمة رحباء فيها بجميع الحاضرين وأثنى على دعم الشباب الأول القائد ناصر عبد الرب ومنصور هادي بهذه البطولة الاستثنائية التي تصدرت المشهد الرياضي، وهي النسخة الثانية التي تقام في المنطقة الوسطى، وحث الجميع على الحفاظ عليها والتعاون من أجل إنجاحها. بداية ننقل تحيات باني نهضة أبيان محافظ أبين إلى كل أبناء المنطقة الوسطى، وإلى راعي هذا الحفل العظيم والكبير المبتهج بملاعبه بمساحاته من كل مناطق الوسطى، العميد ناصر عبد الرب، والذي هو دائما السباق فيما عودنا وعمل على توفير 5 ملاعب لم توفرها الدولة سابقا، ونعتبرها مكاسب غير عادية للمنطقة الوسطى. ثانيا أنا سعيد جدا وأتقدم بالشكر الجزيل باسم السلطة المحلية وكل من رافقني من الأخوان من مدراء عموم شقرة والأخوان من مدراء الملاعب. قدم الشكر والتقدير لأمين العوسجي مشرف هذا المهرجان العظيم والذي شاهدناه والذي أثرق صدورنا بالإعداد. يجب أن تعزز نجاح البطولة أهم شيء. وأخيرا نقول للناس أنتم أبناء المنطقة الوسطى يكفينا هذا المهرجان، وحدنا اليوم، وحدت قلوبنا الرياضة، يكفينا شتات، يكفينا قتال، يكفينا شهداء لهذه المنطقة في هذه المناسبة عظيمة على قلوبنا. نتمنى للجميع أن تجسد وأن تنجح هذه البطولة. انطلقت مباراة الافتتاح بين منتخبي ملتقى أبناء لودر ومنتخب شباب أمصرة في مباراة مصيرية لا تقبل القسم على 2. بحث خلالها الفريقين من خلال الشوط الأول عن هدف السبق واللعب بأريحية وتفادي الأخطاء، ولم يستطع أي فريق من تسجيل الهدف الأول، وجميع المحاولات باتت بالفشل لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي دون أهداف. شباب الملتقى بادر في الشوط الثاني بتسديدات على مرمى شباب مصرة أبرزها التي اصطدمت بالقائم الأيسر، أيقظت مدرب شباب مصرة الذي رمى بتغييرات أخيرة. مع نهاية المباراة أثمرت عن هدف الفوز بأقدام اللاعب بشار ناصر الذي أنهى به المباراة بهدف دون رد ليتأهل شباب مصرة إلى الدور الثاني، بينما غادر منتخب ملتقى أبناء لودر البطولة لتبقى عيون الجماهير على اللقاء الذي سيجمع اليوم فريق الحضن وعزان. علق على المباراة المبدع أديب الزهير، ونال جائزة أحسن لاعب بشار ناصر سلمها له أعلامي منتخب ناشئ اليمن محمد مهيم. وحضر المباراة مدير عام التربية والتعليم الأستاذ علي اليافعي، ومدير منطقة شقرة الشيخ ناصر الهضل، وأمين عام اتحاد فرع الكرة بأبيان الأستاذ عارف الوادي، ورئيس نادي عرفان جلال العزاني، ومدير مكتب الشباب والرياضة جلال فضل، والشخصية الاجتماعية هدار حفيظ، ومدير ملعب عزان مصطفى منصور، والشخصية الرياضية جمال أحمد، وإعلاميين وشخصيات اجتماعية ورياضية وجامع غفير. افترشت جنبات ملعب الناصر بنادي عرفان الرياضي بمديرية لودر. ردفان عمر، لودر، محافظة أبين.